Aduh, daripada ngabuburitnya di rel, mendingan kita ikut yang positif-positif nih ya, Yasmin ya. Misalnya saja lomba bermana, seperti di Loksmawe Aceh, ini ada seorang imam masjid yang berhasil mengalahkan 50.000 peserta lomba azan internasional di Arab Saudi. Ya, kemerduan suaranya bahkan membuat sang juri menangis. Syekh Ziauddin asal Aceh menjadi satu dari 32 peserta yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya lomba azan internasional di Arab Saudi. Sebelumnya, imam masjid di Lok Sumawe Aceh ini bertarung dengan 50.000 kontestan dari 165 negara. Dalam penampilannya, Syekh Ziauddin berhasil mencuri perhatian para juri, bahkan suara merdunya sukses membuat juri menangis. Pemerintah Saudi menyiapkan 12 miliar rupiah untuk juara pertama kategori membaca Al-Quran. Sedangkan juara pertama kategori azan mendapatkan 8 miliar rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ضياء الدين. شيخ عبد الرحيم، رأيكم في أذان ضياء الدين؟ لقد فتنتني يا ولدي يا ضياء الدين ويا أنيس الثقلين، والكلمة للشيخ أحمد نحاس. ما شاء الله تبارك الله، أذان جميل. قليلا بس عند الدخول كان شوية ارتباك، لكن ما شاء الله تبارك الله تداركت هذا الشيء. الله أكبر الأولى زدت قليلا في الهمزة، ما شاء الله تداركتها في الأخير. أذان جميل، اخترت المقام الذي يريح حنجرتك وأديته بطريقة جميلة. كان التأثير واضح في لجنة التحكيم. ما شاء الله تبارك الله، لا أريد أن أزيد، فبارك الله فيك. الشيخ مشاري. يا شيخ ضياء، صوتك صوت من القلب. اليوم أنا ما أسمع حنجرة، أسمع قلب يؤذن، كل حب، كل مشاعر. عززت لنا يعني معنى علاقة الحب بين الأذان وبيننا وبين الصلاة، وهذا أمر يعني نفتقر إليه. واجعل صوتك دائما من القلب، لا تدخل التكنيك أو العقل في هذا الصوت. لما فكرت أنك تقفز في العوالي خانك الصوت. في البدايات أرى يعني أنك تحقق الهمزة أكثر، تدخل دخول على الهمزة بدون تلكؤ أو بدون اهتزاز. شكرا لك. يا ولدي، قلت شيئا فيك كتبته: وصوتك صوت نغمي وترنيم عجمي، حققت المزمارية بصوتك وسلمت بلاغ الله بحنانك، في تضرع خاشع ونبر من عمق روح نابع، فأنت داع إلى الله بحق، متثوب في بابه بصدق. كل هذا مترجم في بحر فيوض الله عليك. فاحرص يا ولدي على الكمال، بألا تعلو بصوتك إلى ما ليس له في طبقتك نوال، وعلى الله قصد السبيل. شكرا أعضاء لجنة التحكيم.